السلام عليكم. عظم الله أجوركم بمصيبة استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه. طبعا مقدما أدري الفيديو ما راح يصير عليه مشاهدات هواي بسبب المشكلة اللي صايرة باليوتيوب اللي يعانون منها أغلب اليوتيوبر، بسبب أنه الإشعارات ما جاي توصل للناس، وهواي ناس جاي تراسلني على هذا الموضوع وما أعرف السبب. بس حاولوا يعني هذا الجرس اللي يم كلمة اشتراك حاولوا تطفونه وشغلونه أو تسوون أي شيء، شيلوا اشتراك ورجعوا، ما أعرف. المهم إن شاء الله تشوفون الفيديو ولو يعني عدد قليل. طبعا الحمد لله والشكر من قبل سنتين أو سنة ولحد الآن موجودة عبارة ويبقى الحسين في حسابي على الانستغرام. صراحة أنا يعني أفتخر بهذا الشيء، وإن شاء الله تبقى سنوات هواي وأبقى أتذكر أنه شو وقت خليت هاي الجملة. يمكن إحنا مقصرين شوية من ناحية الشعار الحسينية أو القيام بالشعار الحسينية والمشاركة بها، يعني خلينا نقول مخلصين على موقع التواصل على اليوتيوب وهالأمور. بس إن شاء الله يعني بموقع التواصل الأهم نقدر نرفع ذكر الإمام الحسين عليه السلام. اليوم يعني أحب أنصحكم أنه تخلون عبارة ويبقى الحسين في حساباتكم بالإنستغرام بالفيسبوك بأي مكان، عسى ما بالتعليقات جوا، حتى تبقى ذكرى بأي يوم راح تشوفونها. والحسين يعني يبقى الحسين، والحسين باقي بهاي العبارة أو بدونها، لكن خلي هذا يدل على حبنا للإمام الحسين. ولو حب الإمام الحسين هو بالقلب، يعني لا باللحية ولا بالملابس ولا بالفيسبوك والإنستغرام. أن لقتل ولد الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. يعني هذه مجرد عبارات، مجرد تعظيم لشأن الحسين ومكانته بقلوبنا. اليوم حبيت أحكي عن موضوع أنه يجيك إنسان يقول لك أنا ما أحس بالعيد، أنا ما أحس بالامتحانات النهائية، أنا ما أحس بعاشور، يعني أنا ما أحس بهاي الأمور جاي تصير، يعني قبل كنا نحس وكذا وهاي الأمور. طبعا أول ما سألت هذا السؤال سألت نفسي، قلت أنا إنه ليش ما جاي نحس بهاي المواضيع؟ كنا من تجي الامتحانات النهائية نرجف، من يجي العيد نفرح، يجي فتشعور، من يجي عاشور نحزن يعني. ولحد الآن أكو ناس باقي على الموضوع، يعني رغم أنه عندهم إنترنت وعندهم هاي الأمور، بس إحنا يمكن تعمقنا شوية بمواقع التواصل. يعني إذا إحنا نطلع من الانستغرام ندخل على الفيس، نطلع من الفيس على اليوتيوب، على الواتساب، على التليجرام، على الآسك، يعني ما نخلي موقع ما ندخله ونحكي على الأصدقاء وندخل مدري وين جروبات أسوال. يعني شلون راح تحس بالعيد؟ شلون راح تحس بالامتحانات؟ شلون راح تحس بعاشور؟ إذا أنت دخلت، أنت مو يقولون هذا التليفون هو واقع افتراضي، أنت عشت بيه يعني ما صار واقع افتراضي. فأعتقد هذا السبب الرئيسي، إنه إحنا 24 ساعة ملتهين بالتليفون، لذلك ما جاي نحس لا بعاشور ولا بالعيد ولا بأي شيء. يعني مثلا قبل أنت كنت من يجي العيد تسلم على أهلك، تخجل معتهم، تاخذ معتهم عيدية مدري شنو، يمكن تطلعون متنزهات، يمكن تطلع ويا أصدقائك، يمكن إلك فد ذكريات أو شغلات كنت تسويها. هسه لا، يعني هسه مجرد رسالة تدزها بالواتساب لو بالفيسبوك تنشر لك منشور وتنسخها وتنشرها بكل مكان، يعني نسخ. يعني وين قبل كانت زيارات وطلعات وهاي الأمور يعني كلها راحت. هاي بالنسبة للعيد. بالنسبة للدراسة، إنه إحنا طبعا مبتعدين عن الدراسة وبالنا كلها من التليفون، فأكو ناس يعني من تجي امتحانات النهائية أبد ما يحسون لا بخوف ولا بأي شيء، يعني مجرد شيء عادي. وإذا أصلا إذا ما حسيت بخوف طبعا ما راح تنجح، يعني هذا الشيء مجرب صراحة. فأنت بتبتعد عن الدراسة وملتهي بالتليفون وملتهي بقية الشغلات، فأكيد ما راح تحس بخوف. بالنسبة لعاشور، إذا أنت قاعد بالبيت ومجرد تنشر منشور عن الإمام الحسين، هاي إذا نشرت يعني نعم الله، أكو يعني حتى ما ينشرون، ملتهين بشغلات كلش تافهة. ويعني عادي، ما أدري، كل واحد هو طبعه وهالأمور مالته. بس إذا أنت قاعد بالبيت ما راح تحس بشيء صدقني، إذا ما تطلع وتشوف الناس وتدخل بالمواكب، تدخل بالمجالس، تدخل بهاي الأمور، تطلع تشوف أجواء الناس، يعني مثل العيد أنت قاعد بالبيت، يعني إذا ما تطلع وتشوف فرحة الناس، فرحة الأطفال، يعني هاي ما راح تحس لا بالعيد ولا بمحرم ولا بأي شيء، يعني راح تبقى داخل هذا الواقع الافتراضي اللي انت مخليه روحك. يعني هو مجرد اصلا انت من يفصل النت او يخلص الاشتراك يوم، انت راح تحس روحك فاصل، مفصول عن الدنيا، يعني ما ادري عايش بكهف، ما تحس مالك احد، ما ادري شنو. يعني هاي جاي احكي عن المدمنين عن الانترنت، مو اللي يطلعون دائما واللي ما ادري شنو. فانت اطلع
اطلع دائما، واذا اهم كنتي بنية حاولي تطلعين، يعني مجالس، قرايات، يعني عيشوا هاي الامور، او الدراسة درسوا، نظموا وقتكم، رجاء نظموا وقتكم. لا يصير بيكم صار بغيركم يعني، وبالجاي يحكي وياكم يعني. حاولوا تعوضون الرسبة، وحاولوا تعوضون. اوكي، يعني هاي فرصة الدور الثالث للصفوف المنتهية، وإن شاء الله الصفوف الغير منتهية حاولوا تدرسون أي شيء، على سما مسائي، على سما أي شيء، لا تتركون الدراسة. وهاي نصيحة إلي أوجهها قبل ما أوجهها لكم. تحياتي لكم، وحسوا رجاء، حسوا بالعيد، حسوا بعاشور، حسوا بمحرم كله، حسوا بكل شيء، حسوا. يعني هاي إذا ما نحس بهاي الأمور شنو وجودنا احنا؟ يعني انتم ما تشوفون الدنيا قامت تمشي بسرعة؟ ما ملتهين بهواي امور، ما جايين نعيش اليوم، ما جايين نعيش العيد، ما جايين نعيش هواي مناسبات، مجرد مخصصينها على الانترنت ونكتب، بس نكتب ونشر وجروبات. اذا انت تريد تعايد لك واحد، تنسخ الرسالة منها، تحطها لهذا، تحطها لهذا، بالسرعة تسوي لهم تحديث. يعني وين لذة العيد مال قبل؟ يعني ليش تجي تسأل ليش ما احس بالعيد؟ ليش ما تحس بالعيد؟ يعني اسأل نفسك، يعني شوف الجواب وين. يعني معقول لهالدرجة صعب السؤال؟ على العموم تحياتي لكم، وبالتوفيق للجميع، وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة بصندوق الوصف. وآسف على هاي الفيديوهات البسيطة، إن شاء الله تنحل المشكلة مال اليوتيوب، وتصل الإشعارات للمشتركين كلهم. تحياتي لكم، مع السلامة.